عاملين ايه؟ صباح الفل. يمكن بادئ التحدي بتاع النهارده متأخر شوية. ده المفروض ان هو رابع يوم. خليني اشير معاكم يعني ليه انا بادئ متأخر او كده بسبب شوية مشاكل كده عندي في الكلية، حاسس ان انا ماليش نفس او ماليش نفس للقراءة. بس يعني احنا مكملين التحدي، يعني بما اني بدأت مع نفسي مش عارف ليه حاسس ان انا ممكن اقوم اعمل ضغط. حاسس ان انا مضغوط بزيادة قوي بسبب حوار الكلية ده، بسبب ان انا مش عارف الحوار الكلية ده هيظبط ولا لا. المهم يعني خلونا ندخل في الموضوع بتاعنا النهارده، وهو كتاب مغامرة في الصحراء لدكتور مصطفى محمود. يعني زي ما اتكلمت كده امبارح ان اي كتاب لدكتور ابراهيم السكران انا عندي استعداد ان انا اقراه وعارف ان انا هستفاد منه. كذلك دكتور دكتور مصطفى محمود، اي كتاب له انا عندي استعداد ان انا اقراه. له اسلوب كده يا جماعه، يعني بيسهبك في موضوع القراءه. اسلوبه كده جميل، بتحس ان الفصول مترابطه مع بعضيها، بتحس ان انت بتقرا فعلا في كتاب يستحق القراءه ويستحق ان انت تديله الوقت بتاعك. مع ان انا حالتي المزاجيه مش تمام والتروس كده بتاعت مخي مش شغاله بسبب الحوار اللي عندي في الجامعه ده، ولكن ال الكتاب وخصوصا لما يكون الكتاب انت حد بتحبه كده، بتحس ان القراءه رجعت تشغل لك كده دماغك، رجعت تعمل ريفريش كده للجمجمه. برغم ان التحدي النهارده يعتبر تحدي بجد، تحدي ان انا اقرا الكتاب واخلصه، الا ان اليوم صعب بسبب الحوار اللي حصل لي في الكليه ده، بسبب حوار ان انا اخش قسم وقسم لا. فالموضوع ان شاء الله احتمال ان هو يتحل، يعني باذن الله دعواتكم يعني ان هو يتحل. خلصت دلوقتي الكتاب. انصحكم جدا 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 ان انتوا تقراوا الكتاب ده، بالذات اخر شابتر او اخر فصل في الكتاب، هو حديث الرجل الصالح. لو انت ما قراتش الكتاب كله، قرات الشابتر ده بس، هو ده المين توبيك، هو ده الهدف الاساسي من الكتاب، هو ده الحاجه الاساسيه اللي الكاتب كان بيتكلم عنها. ودكتور مصطفى محمود برضو له زي برنامج كده اسمه العلم والايمان. انا كنت بسمعه يعني، بس كنت بسمعه على سبوتيفاي. كنت بسمعه على التلفزيون وانا صغير طبعا، بس بعد انتشار بقى الانترنت والسوشيال ميديا والكلام ده، فما ما عدتش بسمع ما عدتش بقعد قدام التلفزيون، يعني بقى لي بتاع اكتر من 3 سنين او 4 سنين اهو. ف... فاسمعوا برنامج العلم والايمان، واقرأوا الكتاب ده، هو مغامرة في الصحراء. كتاب مهم 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 جدا. دي خروف اللي بيمأمأ ده، فمالناش دعوه بالخروف، يعني صحراء وخروف وغنم وابل، كان بيتكلم عن الموضوع ده برضه في الكتاب. خلاص بقى يا عم. ف ف ف يعني حاولوا انتوا تقرأوا الكتاب ده. حاجه كمان، يعني اي مؤلف لدكتور مصطفى محمود، او اي حاجه انتجها دكتور مصطفى محمود، انصحكم ان انتوا تطلعوا عليها، يعني لو انتوا عندكم الوقت ان انتوا تعملوا ده، لان هي فعلا حاجه في غايه الاهميه. والراجل ده يعني الكاتب ده ربنا يرحمه، يعني له اسلوب كده في الكتابه جميل جدا جدا جدا، بيخليك تسيب في القراءه. انا على فكره انا خدت القراءه ده كله يعني خدت الكتاب ده كله في جلسه كده او جلستين يعني. الكتب بتاعه تطوير الذات انا بحاول ان انا اديها اكتر، باخد فيها بريكس اكتر علشان اعمل، علشان افهم اكتر وارتب الموضوع اكتر.
ولكن الكتب اللي زي دي ما انت بتعرفش تقطع، في النص كده غير لما تكون تعبت خالص، عايز تقوم تشرب، عايز تقوم تعمل كوبايه شاي. فدي الفكره يعني من الكتاب، واسلوب الكاتب رائع جدا يعني. يلا بقى اقابلكم في فلوج جاي، تحدي جديد.